بداية مباراة النادي الأهلي ونادي فاركو. وطبعا زي ما احنا عارفين مفيش الكابتن أيمن الكاشف كابتن القطايف والحلويات والكلام الحلو ده كله، ولكن معانا على اون تايم سبورت المعلق محمد البوشي. الأهلي وفاركو وجس نبض لحد الدقيقة 15 من المباراة، وإصابة لكريستو وخروج ونزول اللاعب طاهر محمد طاهر بدلا منه. وما زالت المباراة في جس النبض في أول تلت ساعة. الآن لسه فاركو والأهلي خايفين، لسه ما فيش هجمة هنا وهجمة هنا للنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بيزين مدرجات استاد القاهرة. جول للنادي الأهلي، جول للنادي الأهلي. مين بقى؟ محمود متولي جول للنادي الأهلي بعد كرة كده وخطأ كارثي. وقعت الكرة من شيكا حارس مرمى فريق فاركو بعد ضربة حرة مباشرة من علي معلول يلعبها كده جوه ال 18، ولكن يعني بغرابة شيكا تعدي الكرة من ايده يلاقيها علي معلول، يلاقيها محمود متولي ويحطها. والهدف الأول للنادي الأهلي. الأهلي 1 فاركو 0. هنشوف بقى الكابتن طارق العشري هيفضل متمسك بعملية الدفاع قدام منطقة ال 18 ولا هيبقى في هجوم. لسه المعلق محمد البوشي بيقول برضو الكور الطويلة طويلة، كور الطويلة طويلة. ماله الكابتن مدحت شلبي لو كان بيذاع الماتش ده؟ وادي ضربة حرة مباشرة لفريق فاركو من على منطقة ال 18 خطيرة على مرمى الشناوي. هنشوف بقى لعيبة فاركو هتعمل ايه في الكرة اللي جاية. والدقيقة 23 من أحداث المباراة، والحكم بيوجه اللاعبين. علي معلول طبعا بيتكلم مع خط دفاعه، بيتكلم مع محمد الشناوي مش عارفين في ايه، في اعتراضات. وادي حكم المباراة بيتكلم مع حائط البشري، محدش يقرب من حد، وتحذيرات زي ما احنا شايفين. هنشوف بقى هتتلعب ازاي الكرة دي، خطيرة على مرمى الشناوي زي ما بنقوله، ولكن خدت وقت طويل جدا من حكم المباراة. تتلعب وخطيرة وتاخد 18 تخبط في اللاعبين. لسه خطيرة الفاركو، لسه خطيرة الفاركو، ولكن من القلب على طول، من القلب على طول يطلع علي معلول. كرة تانية خطيرة حسين الشحات نص الملعب. الشحات كرة مع الشحات هيعمل فيها حسين الشحات، رايح حسين الشحات على خط منطقة ال 18. هوبا حسين الشحات، ولكن يصد شيكا النهارده عامل مزيك. اي نعم حط كرة في نفسه، ولكن مرة تانية حسين الشحات النهارده رايق. والشناوي ينقذ كرة خطيرة من شكري نجيب. كرة كانت شبه انفراد، ولكن شاطها كده بقى شكري نجيب والشناوي طلع له، واستطاع الشناوي ان هو يصد كرة خطيرة جدا لفاركو في الدقيقة 25 من المباراة. كانت هتبقى هدف التعادل. يا جماعة انا عايز افهم يعني دلوقتي الكابتن ايمن الكاشف فين؟ الكابتن مدحت شلبي؟ الكابتن طارق حسن؟ يعني الكابتن، في ناس كتير جدا بتعلق. يعني الماتش ده كان برضو ماتش النادي الاهلي محتاج معلق كبير. ماشي، فاركو دلوقتي اخطر في المباراة، فاركو دلوقتي ضاغط على النادي الاهلي. ياسر ابراهيم يقلقك، كرة حلوة يطلعها ويتألق فيها، وكرة تانية يضرب لخمة فيها. ربنا يستر. الماتش محتاج النادي الاهلي جون تاني في الشوط الاول على الاقل، يطلع النادي الاهلي 2-0، لان الماتش كده 1-0 ممكن فاركو يحط جون في اي لحظة. الكابتن طارق العشري بيلدغ من خرم ابره. وانا بقى قررت اعلق على الوقت اللي جاي ده. ادي كرة في نص ملعب لعيبه نادي فاركو تصل هناك تاني عند منطقه خط الدفاع. بيحاول ادي محمد شريف بيحاول على الكرة، لكن لعيبه نادي فاركو واحد والتاني وقدروا فعلا ان هم ياخدوا كرة من محمد شريف. وتصل الكرة الآن إلى رامي صبري في منطقة دفاعات نادي فاركو. لأن أخطر كرة في المباراة، كرة اتلعبت عند محمد شريف، لف وعمل استلام بدوران ولا أروع لحسين الشحات اللي يحط كرة عرضية، ولكن بقى دفاع نادي فاركو ببسالة يشيل كرة من أمام الكندوسي. كانت هتبقى هدف تاني أكيد للنادي الأهلي، ركنية للنادي الأهلي. حسين الشحات يرفع عرضية، ولكن يخلصها دفاع نادي فاركو في منطقة نص الملعب. كرة خطيرة للنادي الأهلي، والأهلي بيحاول يكثف جهوده لإحراز الهدف الثاني عشان يهدي المباراة، ويعني يبص كده روح الإحباط للاعيبة نادي فاركو. فينك يا كابتن أيمن يا كاشف دلوقتي؟ بتاكل القطايف واللطايف في البيت، واحنا هنا قاعدين نسمع الكرة الطويلة طويلة والكرة القصيرة قصيرة. اقسم لك بالله مباراة هنشوف المباراة هترسى على ايه. والاهلي بيلعب بثقة، وبدأ النادي الاهلي مسيرة ضياع الفرص. حسين الشحات فرصة واتنين،
والقندوسي كانت هتجيله واحده ايه يقطع الشبكه. يلا ان شاء الله التاني جاي. الكرة يستلمها قندوسي وخطرة، هوبا يا جوه الجول، جوه الجول، وين حطها قندوسي قنبلة قطع على سن رجله وعلى رجله الشمال، وهوبا يا مش ممكن قطع الشبكة أحمد قندوسي يا، وهوبا وادي شيكا ايه رفع رجله في الهواء ونزل على وشه وما شافش الكورة يا، مش ممكن يا شيكا، كورة يعني ايه يعني مش صعبة أوي، ولكن ايه قندوسي لم وعلى رجله وحط قنبلة كورة راحت ايه قطعت الشبكة، جول جوه الجول أحمد قندوسي. النادي الأهلي 2 ونادي فاركو 0. يعني الكوره ما لمستش حسين الشحات، وحسين الشحات يعني زي ما بيقولوا كده عدى الكوره او فوت الكوره. لكن هنشوف راي الكابتن نادر قمر الدوله، هنشوف رايه ايه في الكوره. الكوره بصراحه غريبه. حسب الكوره اوف سايد، الكابتن نادر قمر الدوله حسب هدف القندوسي اوف سايد. يعني حسين كان سابق وكرة بتتشاط، ف مش عارف بقى قانونيتها تحتسب ازاي. يعني المهم 1 النادي الاهلي 0 فاركو. يرجع مع رجوعنا لورا الكابتن طارق العاشر يحاول يحط هدف في النادي الاهلي او يخطف جون يتعادل بيه مع النادي الاهلي قبل نهاية الشوط الاول، وهدف القندوسي تم الغائه. شيكا فرحتك يا شيكا، دخل فيك جون واحد لحد دلوقتي. طاهر محمد طاهر بيضيع جون للنادي الاهلي، لم كده لاعب الفاركو على منطقه ال 18 وشاط كوره من حدود ال 18، ولكن بقى طاهر محمد طاهر كالعاده حط كوره بره الجون وضاع هدف على النادي الاهلي. يا خساره هدف القندوسي اللي علقناه بصوت المرحوم حماده امام. ان شاء الله هدف الاهلي الجاي هنعلقه بصوت الكابتن عصام عبده. جول يعني، وادي بقى جون هنا بقى محمد شريف، وادي احتفاليه لعيبه النادي الاهلي بهدف محمد شريف. كل لعيبه النادي الاهلي بتضرب في محمد شريف، فرحه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي. كانت توصل هنا عند مين ادي حسين الشحات وحط كوره ايه ولا اروع، توصل ليه يعني محمد شريف كده يغمسها بسن الجزمه وتصل الى الشباك ومحدش يقدر يعمل لها اي حاجه من لعيبه نادي فاركو. كوره تتلعب كده من قندوسي، وادي بقى حسين الشحات عالمي، ومحمد شريف يعني كده يخطفها ويرفعها كده بسن الجزمه من على شيكا حارس مرمى فاركو، وتوصل وتدخل هدف حتى لو كانت في اللولو جوه الجول للنادي الاهلي. 2-0 النادي الاهلي فاركو، والاهلي 2 مباراه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي النهارده. اتمنى طبعا من فريق فاركو ان هو يقدم لنا كوره حلوه، ولكن الى الان النتيجه 2-0 للنادي الاهلي. احتفالات لعيبه النادي الاهلي بمحمد شريف، فرحه كبيره جدا. الدقيقة 55 من الشوط الثاني، إلى الآن النادي الأهلي 2 فاركو 0. فاركو بيحاول يروح كده على مرمى محمد الشناوي، وفي شوية لخبطة في قلب ودفاع النادي الأهلي، لكن الشيء الواضح إن أليو ديانج إلى الآن بيستخلص أكتر من كورة خطيرة جدا أمام مناطق 18 النادي الأهلي، اللي بدأ إنه بيستعيد جزء كبير من مستواه المعهود. أليو ديانج مهم جدا في خط وسط النادي الأهلي. فريق فاركو ضاغط على النادي الأهلي. فريق فاركو دلوقتي ضيع هدف مؤكد كان ممكن يرجع بيه للمباراة. فريق فاركو بيلعب أدي عرضيات وأدي كرة خطيرة، مش ممكن كده كرة ومتصلحة قدام الشناوي، ولكن لاعب فاركو كده بغرابة شديدة، لاعب رقم 12 مش ممكن شاطها كده قلشت من على رجله وتخلصها لاعبة النادي الأهلي. فاركو الآن وفي الدقيقة 58 والدقيقة 59 أخطر على النادي الأهلي. لحد دلوقتي ما شفناش يعني طاهر محمد طاهر غير في كرة واحدة في الشوط الأول وأضحى تماما خارج المرمى، لكن طاهر الآن حتى هذه اللحظة هو خارج نطاق الخدمة. دي ماريا، مش دي ماريا اللي احنا عارفينه، لا دي ماريا فاركو أضاع دلوقتي هدف كان هيدخل في محمد الشناوي لولا ان الكرة خبطت في لاعب من النادي الاهلي وخرجت بره. فاركو الان خطير جدا. فاركو الان ليه ضربة ركنية، هنشوف بقى محمد الشناوي زعلان متضايق، وهنشوف المباراة هتوصل لايه. الهدف اللي جاي ان شاء الله سواء للنادي الاهلي او للنادي فاركو هيكون بصوت الكابتن ايمن قطايف الحلويات واللطايف. مستر كولر عمل تغييرين، خرج ياسر ابراهيم وخرج احمد قندوسي
نزل مروان عطية ونزل كمان عمرو السولية. التغيير اللي مستغرب له ياسر إبراهيم وفقط. كابتن نادر أمر الدولة، يعني لاعب فاركو تدخل بقوة وعنف على محمود متولي، ما فيش أي إنذار ولا حاجة، مش فاهم. واحدة كمان على حسين الشحات قدام ال 18 فاركو ولم يتم احتساب أي شيء. اخوانا لسه محمد طاهر صايم، لسه ما فطرش لحد دلوقتي، مش موجود نهائي في الملعب. الشناوي اللي بيزود عن مرماه في اكتر من كوره لنادي فاركو. الشناوي بيتألق وبيشيل كور كتير للاعيبه نادي فاركو، والشناوي مستواه ثابت. واللي بيقول ان الشناوي مش مستواه ثابت، لا مستواه ثابت تماما زيها بالظبط. حمدي فتحي شد لاعب نادي فاركو من القميص بتاعه وبعد كده الحكم حسب عليه فاول وانذار. نفس الكوره طاهر محمد طاهر اتشد من الفانيلا في نص ملعب نادي فاركو في نفس المكان وعادي واتحسب فاول وبس. الكابتن نادر أمر الدولة وشكرا. تغييرات هنا وتغييرات هناك، والكابتن طارق العشري زعلان ومتضايق وعايز جون. وادي كرة لإحسان الشحات وخطيرة ولكن شيكا يمسك الكرة وادي مطالبة من لاعيبة النادي الاهلي بمخالفة ومطالبة بضربة جزاء للاهلي، ولكن بيستمر اللعب وترتد الكرة على النادي الاهلي ولكن تصل بسهولة الى مرمى الشناوي. خروج طاهر محمد طاهر هيفطر طبعا. طاهر ما كانش لسه فطر وصايم فهيطلع يفطر. جزاء للنادي الاهلي طبعا اخدها محمد هاني والدقيقة 96 ولم يتم الرجوع الى الفار فيها. علي معلول بيفكر يا ترى هيعمل ايه في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضايع. وادي شيكا في الجون، هو كمان بيفكر معلول هيلعبها فين وداخل معلول وخاطرة وهوبا جول. عملها معلول، عملها علولو، اسرع ديليفري في مصر، جول للنادي الاهلي عشان تصبح النتيجة 3-0 للنادي الاهلي في الوقت بدل الضايع. ويؤكد النادي الاهلي على اول الدوري وان هو الفريق الذي لا يقهر وفريق بلس 90. وادي علولو وحطها له صحيح، راح معاها شيكا ولكن الكرة كانت أسرع من تفكير ورد شيكا عليها، ارتمى معاها ولكن علولو حطتها وجول للنادي الأهلي. مليون مبروك للنادي الأهلي اليوم الفوز، وهارد لك فريق فاركو على الخسارة ليعود النادي الأهلي مرة أخرى لقمة الدوري المصري. نهاية مباراة الأهلي وفاركو، نهاية المباراة بنتيجة 3-0 للنادي الأهلي. مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره. هارد لك طبعا فريق نادي فاركو اللي حاول يرجع في الشوط الثاني. الكابتن طارق العشري قدم شوط ثاني ممتاز، والدليل على كده ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي تألق وانقذ اكتر من كوره لفاركو كانت اهداف مؤكده. كان ممكن نادي فاركو يرجع في احداث الشوط الثاني. النادي الاهلي بيعود ليتصدر قمه ترتيب الجدول الدوري المصري رغم ان ليه لسه مباريات مؤجله. مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله انتصارات قادمه للنادي الاهلي لتحقيق الدوري بعد غياب موسمين على التوالي.